خليني أقولك حاجة يمكن تضايقك شوية، بس هي حقيقية جدا ومفتاح لباب كبير في حياتك. انت مش تايه ولا ضايع، انت بس مش صادق مع نفسك. التيه مش ان انت ما تعرفش الطريق، التيه الحقيقي ان انت تكون عارف وبتتجاهل. عارف ان العلاقة دي مش مريحة بس يلا انا مكمل فيها. عارف ان المكان ده مش مكاني بس انا خايف ان انا امشي. عارف ان انا محتاج للتغيير بس مستني حاجة من بره تحصل لي الاول. فبتقنع نفسك ان انت تايه عشان انت كلمة تايه بالنسبة لك اريح بكتير من كلمة انا مش راضي او انا خايف اختار. كتير مننا بيبقوا شايفين الحقيقة بس مش عايزين يعترفوا بيها، لان الاعتراف هو مسؤولية ولازم تاخد خطوة. فبتعمل ايه بقى؟ بتلف حوالين نفسك وتبدل الاسباب وبتقول ان الوقت ده مش هو الوقت الصح، الظروف ما تسمحش، الناس ما بتساعدنيش وانا مش قادر دلوقتي. بس الحقيقة ان انت قادر دلوقتي وقادر في كل وقت، بس انت مش مستعد ان انت تدفع تمن الاختيار او القرار او الخطوة. الصدق مع النفس مش حاجة سهلة ابدا، لان هو بيكشفك قدام نفسك من غير اي تجميل، وبيخليك تسأل: هو انا مكمل ليه؟ هو انا خايف من ايه؟ انا مستني ايه يحصل لي؟ ولما بتسأل بقى الأسئلة دي بجد وبنية قوية جدا، بتلاقي ان التيه اختفى من طريقك، مش لان الطريق بان، لان انت بطلت تهرب اصلا من نفسك. مش مطلوب منك ان انت تغير حياتك كلها فجأة، ولا ان انت تاخد قرار كبير ليه تبعيات كبيرة دلوقتي. بس اللي مطلوب منك ان انت تحط نية، ان انت تكون صادق مع نفسك، ما تسوفش وما تضحكش على نفسك تاني، وان انت تعترف بالحاجة اللي جواك، تعترف بيها زي ما هي من غير تجميل، وتاخد خطوة ولو خطوة بسيطة. حتى لو انت مش شايف اي طريق مفتوح قدامك، او لو انت شايف كل الطرق مسدودة، لان الباب الكبير اللي انت مستني ان هو يفتح لك ابوابه عشان تاخد خطوات هو اصلا عايز المفتاح. والمفتاح فيك انت، المفتاح هو صدقك مع نفسك، المفتاح هو سعيك. وخد بالك ان الطاقة ما فيهاش كذب ولا خداع. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يتواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو. خليني أقولك حاجة يمكن تضايقك شوية، بس هي حقيقية جدا ومفتاح لباب كبير في حياتك. انت مش تايه ولا ضايع، انت بس مش صادق مع نفسك. التيه مش ان انت ما تعرفش الطريق، التيه الحقيقي ان انت تكون عارف وبتتجاهل. عارف ان العلاقة دي مش مريحة بس يلا انا مكمل فيها. عارف ان المكان ده مش مكاني بس انا خايف ان انا امشي. عارف ان انا محتاج للتغيير بس مستني حاجة من بره تحصل لي الاول. فبتقنع نفسك ان انت تايه عشان انت كلمة تايه بالنسبة لك اريح بكتير من كلمة انا مش راضي او انا خايف اختار. كتير مننا بيبقوا شايفين الحقيقة بس مش عايزين يعترفوا بيها، لان الاعتراف هو مسؤولية ولازم تاخد خطوة. فبتعمل ايه بقى؟ بتلف حوالين نفسك وتبدل الاسباب وبتقول ان الوقت ده مش هو الوقت الصح، الظروف ما تسمحش، الناس ما بتساعدنيش وانا مش قادر دلوقتي. بس الحقيقة ان انت قادر دلوقتي وقادر في كل وقت، بس انت مش مستعد ان انت تدفع تمن الاختيار او القرار او الخطوة. الصدق مع النفس مش حاجة سهلة ابدا، لان هو بيكشفك قدام نفسك من غير اي تجميل، وبيخليك تسأل: هو انا مكمل ليه؟ هو انا خايف من ايه؟ انا مستني ايه يحصل لي؟ ولما بتسأل بقى الأسئلة دي بجد وبنية قوية جدا، بتلاقي ان التيه اختفى من طريقك، مش لان الطريق بان، لان انت بطلت تهرب اصلا من نفسك. مش مطلوب منك ان انت تغير حياتك كلها فجأة، ولا ان انت تاخد قرار كبير ليه تبعيات كبيرة دلوقتي. بس اللي مطلوب منك ان انت تحط نية، ان انت تكون صادق مع نفسك، ما تسوفش وما تضحكش على نفسك تاني، وان انت تعترف بالحاجة اللي جواك، تعترف بيها زي ما هي من غير تجميل، وتاخد خطوة ولو خطوة بسيطة. حتى لو انت مش شايف اي طريق مفتوح قدامك، او لو انت شايف كل الطرق مسدودة، لان الباب الكبير اللي انت مستني ان هو يفتح لك ابوابه عشان تاخد خطوات هو اصلا عايز المفتاح. والمفتاح فيك انت، المفتاح هو صدقك مع نفسك، المفتاح هو سعيك. وخد بالك ان الطاقة ما فيهاش كذب ولا خداع. اي حد عنده استفسار يقدر ان هو يتواصل عبر الرقم الموجود على الشاشة او الرقم الموجود في البايو. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو.